السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في كل شيء وليه حل. أنت عليك المشكلة وإحنا علينا الحل. يلا بينا نبدأ حلقة النهاردة. شايف العيد معانا بيقول إيه بني آدم. أنا خاطب بنت من القاهرة وأنا من المنوفية. كنت متفق معاهم إننا هنعيش في المنوفية علشان شغل وبيتي هناك وشهادتي جاهزة والحمد لله. دلوقتي غيروا الاتفاق معايا بيقولوا لي إني آخد شقة جنبهم عشان بنتهم تبقى عايشة جنبهم وكده، وأنا قلت لهم مش هينفع عشان شغلي برضه في المنوفية ومش هينفع أسيب شغلي. مامتها ردت عليا وقالت لي ابقى روح شغلك وارجع كل يوم، أنت كده كده معاك عربية. قلت لها برضه مش هينفع لان مش هيبقى عندي شقه ملك واعيش في ايجار. فوق كل دوت مش هينفع اروح الشغل في المنوفيه وارجع القاهره كل يوم، مشوار عليا. مامتها ردت عليا قالت لي وانت ليه تقعد في ايجار وانت تقدر تجيب شقه ملك؟ ما ملك هنا، ما انت معاك ومبسوط وتقدر على حق الشقه. بصراحه انا بصيت لها وما عرفتش ارد عليها، وخطيبتي كانت قاعده وما اتكلمتش خالص. المهم سبتهم ومشيت، ولما روحت بكلم خطيبتي قالت لي اهلي هم شايفين الصح عني، وانا بصراحه مش عارف اعمل ايه، اسيبها ولا اكمل معاها واعمل لهم اللي هم عاوزينه. بالله عليكم انصحوني من غير تريقه بالله عليكم، واسف اني طولت عليكم. مبدئيا طول ما انت متفق معاهم من الاول وحاطط نقط على الحروف فانا شايف ان انت على حق وعلى صح، ما تقدمش اي تنازلات. انا شايف انت تقعد معاهم وتقعد معاهم قعده صريحه وتقول لهم يا جماعه انا دخلت بيتكم من الاول، عرفت لكم ظروفه وحطيت معاكم نقط على الحروف، واحنا متفقين على الموضوع ده من الاول ان انا هتجوز في المنوفيه وشقتي هناك. انتوا اتغيرتوا الاتفاق، انا مش هابي الموضوع دوت. وسيبهم بقى هم ساعتها هتشوف رد فعلهم ايه. والله هم قالوا ماشي، قالوا ماشي، قالوا لا خلاص بقى مش موضوع جه منهم فهم براحتهم، بعد حاجه ترجع لهم. تمام، ده بالنسبه للقصه المتعلقه بيهم هم. انت بس يبقى كلام معاهم حازم، يعني يا جماعه ده اللي عندي، انا مش هقدر اعمل غير كده، وانتوا شوفوا راحتكم، تسيب لهم حريه الاختيار ان هم يختاروا. وانا شايف ان ده قرارك في الاول في الاخر، انت الوحيد او اكتر واحد هتقدر تختار. والله انت يعني هم لو صمموا على رايهم وعايزين يغيروا اتفاقهم تمام وهم مصممين على رايهم وانت حابب تكمل فدي حاجه ترجع لك. لا انت مش حابب تكمل وشايف الموضوع ده غلط وعايز تسيبها، لا انا بقول لك يعني من دلوقتي يعني احسن. واقولها لك يعني بمنتهى الصراحه، انت تتعب مع الناس دي جدا. طول ما الموضوع بدا معاهم كده هتبدا مع الناس دي تتعب معاهم جدا. تمام، واقول لحضرتك حاجه يعني برضو، طول ما الناس بالعقليه دي والفكر اللي انت بتقول عليه بيرجعوا في اتفاقاتهم وكده، فانا شايف البعد احسن. يعني على قد ما تقدر تحجم وتتحكم في مثلا المروح خطيبتك بكره بعد ان شاء الله ربنا يكرمك تبقى مراتك تمام البيت اهلها، ما بقولكش امنع عن اهلها خالص، بس طول ما هم بيسيطروا عليها وطول ما ما تقدرش تاخد معاها موقف وتشوف بيعملوا الغلط بتقول لك يبقى رد فعلها كده ان هي موافقاهم والكلام من دوت، ما عندهاش اي موقف. مش بيقولوا طبعا ان هي تعصي اهلها والكلام ده، هي في النقطه دي انا احترمتها لما بتقول لا انا ماليش راي البنت، يعني هي صراحه محترمه وكل حاجه، مفيش جدال في الموضوع ده كده. بس دي حاجه تخص حياتكم انتوا وبعض. في حاجات يعني الاهل لازم تحيدوا فيها شويه. في الاول في الاخر طبعا اهالينا بيعرفوا احسن مننا، واهالينا بيعرفوا الخير لنا فين على حسب فكرهم ومعرفتهم. تمام، بس في الاول في الاخر احنا برضو لينا راي، احنا مش جماد ولا احنا. انا بتكلم على حضرتك يعني، مش صغيرين، انتوا ناس دلوقتي ليكوا اهليه كامله، انتوا تتجوزوا وتقدروا تفتحوا بيوت. فانا شايف ان زي ما قلت لحضرتك ان انت هتتعب مع الناس دي. والله انت حط نقط على الحروف، رضوا ما رضوش ما رضوش، في الاول في الاخر زي ما قلت لك تاني ده قرارك، وربنا يتم لك اللي فيه الخير، وشكرا. وفي النهايه اتمنى الحلقه كلها تعجبكم وتكونوا فكره في حل المشكله. ولو في اي حد بتواجه اي مشكله فما رضيتش وتواصل معانا وهيلاقي كل المعلومات اتصال بينا تحت في صندوق الوصف. تواصل معانا واحنا ان شاء الله نحاول نساعده في اقرب وقت. وكذلك ما تنساش اللايك، لان اللايك دوت اهم وافضل حاجه ممكن تقدمها صانع المحتوى عشان يستمر في المحتوى اللي بيقدمه او يطور منه. وكذلك الشير وكذلك الاشتراك في القناه عشان نقدر نوصل ناس اكتر ونساعد ناس اكتر. وفي النهايه ما تنساش اخواننا في غزه وفلسطين ولبنان بالدعاء ومحاوله نشر الروايه السرديه الفلسطينيه في كل مكان. وطبعا المقاطعه يا جماعه سلاح مهم جدا، المقاطع يقاطع والمقاطع يكمل مقاطعته ويحولها من القطع الاستغناء. باذن الله ربنا ينصرهم. دمتم في ود ولقاء في حلقه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.